المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: فخامة الرئيس يعود إلى البلاد محتتما زيارته للسودان. الرئيس يلتقي الجالية الإريترية في الخرطوم. عقد سمينار لمكافحة الأمراض في ساوا. كوريا الشمالية تطلب ضمانات أمنية لاستئناف مباحثاتها مع واشنطن. قمة ثلاثية تجمع بين أردوغان وبوتين وروحاني في أنقرة. سقوط طائرة ركاب في كولومبيا ومقتل 7 من ركابها. أهلا بكم مشاهدينا. قام فخامة الرئيس إسياس أفورقي في 14 و15 من سبتمبر الجاري بزيارة عمل رسمية تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. بحث خلالها مع القيادة السودانية العديد من المجالات، وعاد صباح اليوم الاثنين مختتما الزيارة. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق هذا التقرير بصوت الزميل قاسم أحمد. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي صباح اليوم 16 من سبتمبر إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية التي بدأها في 14 من هذا الشهر للسودان، والتي استغرقت يومان تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وقد التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي لدى زيارته جمهورية السودان رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك، وعضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث أكد على العلاقات التاريخية بين الشعبين الإريتري والسوداني والمبنية على حسن الجوار، معربا عن أمله في نقل هذه العلاقة إلى مرحلة تعاون جديدة ومثمرة، والاستعداد القائم لتعويض الفرص الفائتة. وقد توصل الطرفان إلى تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية، والعمل المشترك لتفعيل التنسيق الإقليمي. كما تفقد فخامته برفقة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وغيره من كبار المسؤولين في الدولة مؤسستي اليرموك وزادنا الإنتاجيتين في العاصمة السودانية الخرطوم. وأوضح فخامة الرئيس إسياس أفورقي خلال تفقده لمؤسسة اليرموك العسكرية التي تنتج الأسلحة ومؤسسة زادنا الزراعية التي تنتج مواد البناء والمنتجات الزراعية بأن وجود مثل هذه المؤسسات في المنطقة يمهد للحصول على المواد التي تحتاجها المنطقة عن قرب من السودان، وهي مهمة للنمو المشترك الذي سيعمل به. هذا وقد أصدرت الحكومتان الإريترية والسودانية في ختام الزيارة بيانا مشتركا يحتوي على 6 نقاط لتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية والدبلوماسية. ونقاط التعاون ال6 في المجالات هي كالتالي: التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يشمل القوات البرية والجوية والبحرية والصناعات الدفاعية والتدريب والخدمات الطبية. التعاون في المجالات الاقتصادية بما يشمل التجارة والزراعة والبنية التحتية والصناعة والتعدين والثروة الحيوانية والسمكية. التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية مثل التعليم والقوى البشرية والتنمية الاجتماعية. التعاون في المجالات الأمنية بما يشمل تبادل المعلومات وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. العمل على إنشاء تجمع إقليمي يلبي طموحات الإقليم في السلام والاستقرار والتعاون. هذا وقد تم التوجيه بتكوين لجنة عليا لتنفيذ هذا الاتفاق وبإشراف قيادة البلدين. تم الاتفاق عليه بالخرطوم السودان في 15 من شهر سبتمبر 2019. وفي سياق متصل بالزيارة، التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي يوم أمس الأحد 15 من سبتمبر الجاري بالجالية الإريترية في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال الرئيس إسياس في الاجتماع الذي حضره رجال الدين وممثلي جمعية الصداقة الإريترية السودانية والإريتريين في الخرطوم أن اللقاء يعتبر تاريخيا لانعقاده في العهد الجديد، وأوضح تخطي المرحلة الصعبة نتيجة نضالات وصمود الشعبين الإريتري والسوداني وتحقيق الرخاء، مشيرا إلى وجود برنامج لزيارة مختلف المدن السودانية في مناسبة أخرى. وأجاب الرئيس إسياس أفورقي على أسئلة واستفسارات الحضور.
وقدم المدير في مكتب الرئيس السيد أمين حسن توضيحا للمشاركين في الاجتماع حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين الإريترية والسودانية خلال زيارة الرئيس السياسي الأفريقي للسودان التي استغرقت يومان. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني كفراب. عقد سمينار صحي في معسكر ساوا لمكافحة الأمراض عامة والمعدية خاصة، وقدم توضيح موسع في السمينار حول راهن أوضاع مرض الإيدز وجهود وزارة الصحة للسيطرة عليه ونتائجها ومعرفة المواطن بالمرض وأسبابه وكيفية الوقاية منه. وأوضحت مسؤولة مكافحة مرض الإيدز في وزارة الصحة الممرضة نجستي تسفامكي لاندفاع الإصابة بمرض الإيدز في المدارس الثانوية، ومن واجب المعلمين رفع معرفتهم بالمرض وتوعية الطلاب للحفاظ على هذا الإنجاز. من جانبه أوضح منسق التعليم الصحي في وزارة التعليم الأستاذ سمير تخلية أن السمينار يأتي مواصلة للمحاضرات الصحية التي تنتظم البلاد. وأوضح مدير مدرسة وارساي كارو الثانوية الأستاذ رؤسام قبرهوات أن التوضيح المقدم يحمل مزيدا من المسؤولية، موصيا المدرسين لنقله إلى طلابهم. في إطار الجهود الجارية لتعزيز أنشطة المرافق الخدمية، أكد اللقاء الذي نظم في 10 من سبتمبر الجاري في مدينة عصب لأصحاب المرافق الخدمية في المدينة، أكد على أهمية التركيز على جودة الخدمات التي تقدمها تلك المرافق الخدمية وحسن الاستقبال. وأوضح المدير العام لقسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عيسى أحمد أن المرافق الخدمية تلعب دورا كبيرا في الجذب السياحي وتطوره، داعيا لمزيد من الجهود لإبراز الثقافة والعادات والقيم المجتمعية. وذكر بأن المرافق الخدمية لا تتحمل مسؤولية نظافتها ونظافة بيئتها وحسب، بل وإنما عليها أن تدرك أن الإهمال في هذا المجال يتسبب في التأثير السلبي على دخلها العام. وفي الختام نشد السيد عيسى بضرورة تطبيق أرباب العمل للإرشادات والنصح والمعلومات المقدمة لهم عبر الجهات المعنية، مضيفا بأنه سوف تقدم دورات تأهيلية وتدريبية تساعد في هذا الشأن. من جهتهم نشد المشاركون لإعادة التنظيم والمتابعة لتفعيل جمعية المرافق الخدمية في الإقليم لأداء دورها المناط بها. دعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشورك السيدة يحدق يوهانس لتعزيز دور المرأة لمحاربة العادات الضارة بالمرأة. وأوضحت لدى لقائها المرأة في مديرية قلوج أن إيصال العادات الضارة مهمة عامة المجتمع، ولأن المرأة هي المتضررة الأكثر من هذه العادات مثل زواج القاصرات وختان الإناث والتمييز الجنسي، فإن عليها لعب دور رائد لمكافحتها. وقالت إن الحقوق المتساوية في الأراضي الزراعية والمشاركة في السلطة السياسية نتاج لقوة تنظيم المرأة، مشيرة إلى أن ارتقاء تنظيم وتأطير المرأة في قلوج يعكس الوعي المتنامي. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية قلوج السيدة سنايد تخليه أن المنضويات في الاتحاد يبلغن حوالي 12,500 فقط من مجموع أكثر من 57,000 امرأة في مديرية قلوج، ويجري العمل لرفع هذا العدد. دعا الاجتماع الذي عقد في مدينة بارونتي يوم 14 من سبتمبر الجاري لتقوية دور المجتمع والمؤسسات الحكومية لتنشيط الرياضة. وأوضح الاجتماع أن عدم وجود بنى تحتية جيدة في غالبية المناطق ونقص المعدات والتجهيزات الرياضية من الأسباب الرئيسية المعيقة للنشاط الرياضي، ويجب تنفيذ برامج لحل المشكلة لإحداث تغيير نوعي. وحث مسؤول قسم الرياضة في إقليم القاشبركة السيد تسفاي تكي لخلق الأرضية لرفع دور المجتمع وجمع الإرادات الرياضية جيدا وتحمل ممثلي الرياضة والاتحادات الرياضية المسؤولية لسد النواقص. من جانبه شدد المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد إدريس صالح على ضرورة العمل بمنح الأولوية لإرساء الأساس المجتمعي للاستثمار الرياضي في الأطفال من أجل تطوير الأنشطة الرياضية المستدامة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
وفي الشأن العالمي، طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بضمانات أمنية كشرط مسبق لاستئناف المباحثات النووية المتعثرة، ما يبدد الآمال في استئناف الحوار على مستوى فرق العمل خلال الأسابيع المقبلة. وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير من دون التوصل إلى اتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكن هذه المباحثات لم تبدأ بعد. وفي الأسبوع الفائت أعربت بيونغ يانغ عن استعدادها للقاء الجانب الأمريكي لإجراء محادثات شاملة بحلول نهاية الشهر، وهو ما عدته واشنطن إشارة مشجعة. لكن بعد ساعات أجرت بيونغ يانغ اختبارا لراجمة صواريخ فائقة الحجم، وأصرت بيونغ يانغ مرارا على ضرورة إدراج ضمانات أمنية كجزء من أي اتفاق، لكن لم تطلب ذلك في شكل عام كشرط مسبق لإطلاق المفاوضات. والاثنين قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية في بيونغ يانغ أن المباحثات على مستوى فرق العمل متوقع أن تعقد في غضون أسابيع قليلة. وتابع أن الأمر متروك لواشنطن لتثبت إذا ما كانت هناك فرصة أو مناسبة لإحداث أزمة. وهددت بيونغ يانغ أيضا بالانسحاب من المفاوضات مع واشنطن، وانتقدت المسؤولين الأمريكيين في الأشهر الأخيرة. ورغم تصاعد التوتر، أصر ترامب على أن علاقته مع كيم لم تتضرر، بل قال إنهما يتبادلان الرسائل الشخصية في غياب المفاوضات. يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني لمناقشة الوضع في سوريا، وخصوصا تحركات دمشق لاستعادة إدلب آخر معقل المعارضة في البلاد. وسينضم بوتين وروحاني للرئيس التركي في العاصمة أنقرة لعقد خامس قمة ثلاثية بينهم منذ 2017 مرتبطة بالنزاع. وتشعر أنقرة بالقلق من تقدم قوات النظام السوري في المنطقة مدعومة بغطاء جوي روسي، رغم سلسلة اتفاقات لوقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها. وتنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها في تطبيق الاتفاق السويتشي الذي تم التوصل إليه قبل عام، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في المحافظة لمنع عملية عسكرية سورية واسعة. وتواصلت الضربات الجوية الروسية في المنطقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين أنقرة وموسكو الذي أبرم في 31 من أغسطس الماضي. وتسعى موسكو للضغط من أجل تحقيق اختراق في مسألة تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها للإشراف على المرحلة المقبلة للتسوية السياسية في سوريا. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 3 آخرون في تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية جنوب شرق، وفق ما أعلن رجال الإطفاء. وقال خوان كارلوس غانيان المسؤول عن فرق الإطفاء في بوبايان لوكالة فرانس برانس كان هناك 9 أشخاص على متن الطائرة، توفي 7 وأصيب 2 آخران بجروح خطيرة. وتبحث السلطات عن ضحايا محتملين آخرين في الموقع. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان أن الطائرة التابعة لشركة ترانس باسفيكو الخاصة تحطمت في حي خونين بعيد دقائق من إقلاعها من مطار غيرمو ليون فالنسيا في بوبايان. تجري السلطات الهندية عمليات بحث وإنقاذ واسعة للعثور على 39 شخصا فقدوا بعدما غرق مركبهم السياحي في نهر سريع الجريان. وأفادت الشرطة لوكالة فرانس برانس أنه تم انتشال 8 جثث بعدما كانت تحدثت في حصيلة سابقة عن انتشال 12 جثة عقب الحادثة التي وقعت في نهر غودباري في ولاية اندرا براديتش. وكان المركب يقل 73 راكبا، تم إنقاذ 26 منهم بحسب المسؤول في الشرطة المحلية. وانخرط نحو 300 عنصر استخدموا قوارب ومروحيات في عملية البحث، الاثنين بينهم عناصر من البحرية الهندية وقوة الاستجابة للكوارث الوطنية. وتعود الأسباب الرئيسية لمعظم كوارث القوارب في الهند إلى ضعف إجراءات السلامة والاكتظاظ، خاصة في هذه الفترة من السنة التي تكثر فيها الأمطار. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، من اللقاء.